الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي. هنعمل صينيه كيكه من غير بيض، من غير سمنه، بس بدقيق، مش من غير دقيق. بجد حلوه جدا جدا. بصوا شكلها عامل ازاي. طبعا الصينيه سخنه. طلع قطعه. طبعا يبقى احسن واحسن لو احنا سيبنا الكيك يهدى شويه. كل ما نسيبه يهدى كل ما خدتي نتيجه احسن. انا طبعا قطعتها بالمنظر ده وشايله نار طبعا. بصوا الشكل اهي، بصوا جمالها. زي ما بقول لكم انا لا حاطه فيها سمنه ولا حاطه فيها بيض ولا لبن ولا الحاجات دي كلها. ندوق طعمها. مم. مم. انا عادة مش بحب الكيك سخن، بس طعمها حلو قوي قوي قوي. تعالوا نشوف الكيكه الاقتصاديه دي السهله البسيطه اللي زي ما بقول لكم، ولا بيض ولا سمنه ولا لبن. زي ما حضراتكم شايفين كان عندي كام سفندية، هم مش كتير يعني، فكملت عليهم برضو كام برتقانية كده كانوا عندي، فقلت اعملهم عصير. فيا تعملي سفندي خالص يا برتقان خالص، عندك زي كده برتقانتين على سفنديتين مش هيقولوا لا. هنعصرهم طبعا في اي حاجة متوفرة عندك، تقدري تعصريهم في الخلاط وتصفيهم، مفيش اي مشكلة. طبعا عصرتهم، انا محتاجة مثلا بتاع كوباية او كوباية ونص من العصير. معايا نص كيلو دقيق. عايزه اقول لكم سهله جدا وبسيطه خالص خالص واقتصاديه كمان فوق ما تتخيلوا. يعني جربوها هتعجبكم جدا جدا باذن ربنا. طبعا انا وزنت نص كيلو دقيق وحطيت عليه ظرف من البيكنج باودر ونخلته كويس. اهم حاجه قبل ما تشتغلي في اي كيكه تنخلي الدقيق. انا ساعات مش بجيب مع حضراتكم الخطوات عشان ما اطولش الفيديو، بس دي كيكه صيامي فلازم اهتم بيها قوي، او نقدر نقول كيكه اقتصاديه، علشان في تكات بسيطه هتطلع معاكي الكيك ناجح باذن ربنا. واهم خطوه اهم خطوه، كوبايه الميه السخنه دي ميه مغليه تودي الكيكه في حته تانية خالص. يبقى انا هنا حطيت في الطبق كوبايه من عصير البرتقال او عصير السفندي، سكر حسب الرغبه. انا شخصيا حاطه كوبايتين من السكر. هقلبهم كويس جدا جدا واضمن ان هم اتقلبوا. اهم حاجه اضمني ان هم اتقلبوا. ما وعلشان يساعدوا يعني تساعديهم ان هم يتقلبوا، هتنزلي عليهم كوبايه ميه مغليه. كوبايه الميه المغليه دي تودي الكيكه في حته تانية خالص. هنقلب الكلام ده كله كويس وننزل ب كوبايه الا ربع من الزيت، وبرده نقلبه كويس جدا جدا. وبعد كده ننزل بالدقيق اللي احنا نخلينه وعليه ظرف انا اسفه يا جماعه، وعليه ظرف البيكنج باودر، ننخلهم ونقلب باي حاجه متوفره عندك، مضرب معلقه اي حاجه مش هتفرق. قلبي كويس جدا. وبعد ما تقلبي الخليط كان تقيل زي ما حضرتك شفتي، حطيت نص كوبايه من الميه المغليه. مهمه قوي 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 الميه المغليه طبعا. انا نسيت الفانيليا خالص. حطي ظرفين من الفانيليا، اوعي تنسي زيي. وبعد كده جبت صينيه، يا اما تدهنيها بالزيت وتبدريها بشويه دقيق، يا اما تحطي فيها ورقه زبده زي كده. انا حطيت ورقه زبده ونزلت فيها بالخليط. هو نص كيلو على قد الصينيه، وخبطتها خبطتين على الارض. الفرن بتاعي كان عالي مسخناه قبلها. وبعد كده رفعت الشبكه بتاعتي فوق وسبت الصينيه تاخد وتدي. في ملحوظه مهمه حابه اقول لك عليها، لما تيجي تختبري صينيه الكيك بتاعتك تشوفيها استوت ولا لا، بلاش من على الحرف، يستحسن تكون من نص الكيكه. يعني الحرف برضو مش بيدي قوي، نص الكيكه ده اللي بيضمن لك سوى الكيك. وبصوا طلعت معانا بالمنظر القمر العسل ده. عايزه اقول لكم يعني الصبح كنت محتاره في فطار البنات، ما لقيتش احسن من كده حاجه اعملها وتغيير. عايزه اقول لكم النهارده الاثنين، طبعا الجو ساقع جدا بره، وطبعا عايزين نفطر. فقررت قلت اعمل صينيه كيكه، لان احنا عندنا صيام اسمه صيام يونان، ومفيش حاجه فطاري للبنات لما يصحوا يفطروا بيها. فعندي نص كيلو دقيق جبته، وجبت عليه كيس بيكنج باودر. حتى يا رب نسيت احط فانيليا، عايزه اقول لكم نسيت خالص. والكيكه في الفرن افتكرت ان انا ما حطيتش فانيليا. عايزه اقول لكم طعمها تحفه. هسيبها طبعا تبرد خالص وتهدى براحتها، لحد طبعا ما بناتي يصحوا من النوم ويفطروا بقى، جنب كوبايه شاي، جنب كوبايه بيبسي، جنب كوبايه عصير. وزي ما شفتوا كان عندي كام سفنديايه يعني صغيرين مش هيكفوا، وعندي كام برتقانيه. عايزين تسموها كيكه البرتقان، كيكه السفندي، ما عندكوش ده وده تقدري تجيبي كيس تانك، تقدري تجيبي ازازه بيبسي برتقان وتعملي بيها. بس طبعا السفندي مالي السوق الايام دي ورخيص. هاتي كيلو سفندي واعمليها. طعمها عايزه اقول لكم تحفه، رائع جدا، مع العلم ان انا نسيت احط الفانيليا. جربوها وبجد هتعجبكم قوي قوي. احلى من الفول ومن الطعميه، وفي نفس الوقت هي صيامي. وطبعا مش لازم صيامه بس، ينفع اي حد يعملها. عايزه اقول لكم فعلا طعمها تحفه. بصوا من جوه عامله ازاي.
اتمنى من كل قلب تجربوه. اذا جربتوها وعجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. باي باي.